السلام عليكم احبابي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. انا صباح الحمد لله. بعد الصلاه والسلام على رسول الله، نقول لكم مرحبا بكم في فيديو جديد من اجواء رمضان على قناه بنت زمان مع ماما. اليوم حضرت معكم عشان صف رمضان، درنا شخشوخه جيجليه على اصولها، ودرنا شوربه خضار بالسمك بزاف بنينه. بعد ما كملنا خرجنا نتهواو شويه ودرنا جوله في الريف. تبعوا معايا الفيديو للاخير. ما تنساوش تخلوا لي تعليق وتشاركوني كيفاش جوزتوا نتوما صف رمضان. ويلا نبداو باول وصفه واللي هي وصفه شوربه الخضار بالسمك. شوفوا بزاف بنينه وسهله وصحيه. بعد ما قطعنا الخضره تاعنا نضيفوا اول حاجه مرسوجات في مغرفه زيت ومغرفه زبده، نخليوه يتقلى مليح. بعدها نضيفوا الخضره تاعنا، نضيفوا الطماطم، نضيفوا الدبشه، معدنوس، رشه ملح، توابل، ونضيفوا الحوت تاعنا. الحوت حطوا المقدار اللي متوفر عندكم في الدار، هي كل ما تضيفوا لها الحوت كل ما تجي بنينه. نخليوهم يتقلاو مليح مع التحريك. بعد ما يتقلاو لنا مليح نمرقوهم بما سخون، نخليوهم يطيبوا في غردهم. بعد ما يطيبوا نرحيوها بالبرا، والتقديم يكون مع عصرة قارص ورشة دبشة. وهذا ما كان بصحتكم. خلينا الشوربه تاعنا طيب ورحنا درنا زوج قرصات خبز الدار. خبز الدار تاني ساهل. الفيديو الجاي ان شاء الله نمد لكم الوصفه تاعو. جا خفيف طالع، حميمر كيما نحبوه. جا ما شاء الله يعني. لهنا راح نديرو الشخشوخه تاعنا. حنايا الشخشوخه ما اللي تخدمها في الدار، نسميوها شخشوخه السيار، وجامي نشريوها من برا، خاطر ما ناكلوش حنايا تا برا. حنايا لازم ناكلو الشخشوخه تاع ما ولا ما ناكلوهاش. لهنا كانت داوينا الطنجره تاعنا، مرقناها وحطينا الشخشوخه تفوروها دو فوا، التفويره الاولى والتفويره الثانيه. التفويره الثالثه تجمروها وتحطوها تفور باش تنحى لكم برك ريحه الزبده والطماطم. وهذا ما كان. ما قدرتش نصور لكم كلش خاطر كنا مزروبين باش نخرجوا، يعني لهنا الفطور راني كنا حضرناه مع الصباح باش نخرجوا براحتنا، ماشي نخرجوا من بعد ندخلوا نديروا الفطور نكونوا عيانين ونكونوا مزروبين. سما حبينا نديروا الفطور تاعنا في غردنا ونخرجوا في غردنا. بعد ما طابت الشوربه تاعي هنايا كانت عاقده، كنا رحيناها بالبرا، زدنا لها شويه ما وعاودنا رديناها تغلي. هنايا هذه لاصوص تاع الشخشوخه، كنا ديجا جمرنا الشخشوخه تاعنا وعاودنا فورناها، طفينا على الفطور تاعنا
وخرجنا. صراحة أن الريف عنده مكانة خاصة بزاف في قلبي، لأني أنا ديجا أصولي من جيجل، وعندي انتماء كبير لكل ما هو أخضر وأزرق. يعني نحب الطبيعة والأجواء الريفية، الحيوانات، الكالم هذاك اللي في الريف. هكذا كيما نحب نريح راسي ونحس روحي يعني تفرست، نروح عند الطبيعة. ان شاء الله تعجبكم الجولة وتعيشوا معايا الأجواء. أنا نخليكم ما نطولش عليكم بالهضرة، واستمتعوا بهذه المناظر. ولا هنا بعد ما دخلنا للدار سخنا الفطور وجدنا لاطابل تاعنا باش نفطروا. كان الاذان ديجا مش باقي له بزاف ويأذن. الاجواء في الريف كانت رائعه. شويه برد برك والجو كان متقلب، مي الجو بصفه عامه كان يهبل يهبل. كميه الراحه والكالم وكما نقول الانسان يتنفس نحى على باله. الحمد لله. الماكله كانت بنينه رائعه، والله غالب ما كاش كيفاش ندوقكم. الحمد لله، اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. بعد ما كملنا الفطور نقينا الحاله، غسلنا الماعن، درنا سهره خفيفه، وهذا ما كان. من بعد تفكرنا هاد الماعن تاع الفخار باللي شريناهم ومازالنا درك ما استعملناهمش. هيا جبدنا بيتناهم في الماء. طريقة الاحتفاظ بالفخار كما قلنا نبيتوهم ليلة كاملة في الماء، وغدوة من داك نغليو فيهم الحليب، وهذا ما كان باش ما يتكسروناش. هذا ما كان. نكون وصلنا لنهاية الفيديو. انا نقول لكم تهلاو في رواحكم، تهلاو في والديكم، في صحتكم. ما تنساوش دعمي بالجيم وتعليق محفز والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معايا بالرحلة الريفية اللي درناها اليوم، وتكونوا استفدتوا من وصفة الشوربة بالسمك. وهذا ما كان. كما ديما نقول لكم ما تنسوش تتحدوا انفسكم باش تختموا في نهاية رمضان ان شاء الله. مع السلامة.